السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم بفيديو جديد من عند الحمام، يا ريت ينول إعجابكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويوفقكم جميعا إن شاء الله، ويوسع في أرزاقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا. ناس سألوني، دي مفاجأة يا جماعة حصلت معايا الحمد لله. ده جوز يمني، جوز فردة يمني اتجوزت فردة زاجل. مش عارفين هتطلع مغردة بقى زاجل مغرد ولا ايه بالظبط. هنشوف الانتاج وهنشوف عامل ازاي. تابعوا معانا عشان تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. ناس سألوني عن حجم الزغاليل ما بيكبرش معاها، وانتوا طبعا عارفين احجام الزغاليل عندي عاملة ازاي. وناس تانية قالوا لي الحمام بيسيب البيض وبيقوم. السؤالين دول هجاوب عنهم في الفيديو ده ان شاء الله، واقول لكم ازاي حجم الزغاليل يبقى كبير وان هي ما تخسش معاكم. يعني السببين دولت ممكن يكون ليهم سبب واحد في المكان عندكم بيؤدي ان الزغاليل تخس، وبيؤدي كمان ان الحمام بيسيب البيض وبيقوم. اول سبب لخسسان الزغاليل ان هي ما بتكبرش عندكم، وكمان ان الحمام بيسيب البيض ويقوم. الحشرات، لو في حشرات في المكان يا جماعة، الحشرات دي بتمص في دم الزغلول بتخليه ما يكبرش، زي دبانة الحمام، زي السوسة بتاعت الريش، الحاجات دي كلها، زي الناموس اللي بيدخل. لو انتوا الفتحات عندكم بتاعت السلك كبيرة، هتبتدي ان انتوا تدخلكوا حشرات وناموس وذبابة الحمام، عدوى من الجيران او من اي مكان، هتدخل عدوى للمكان. فانتوا خليكوا حريصين يا جماعة ان انتوا السلك عندكم يكون ضيق، ما يدخلش الهفوة، ما يدخلش اي حشرات. تمام. ده من ضمن الاسباب ان الزغلول بيبقى صغير. تمام. ومن ضمن الاسباب برضو ان الحمام بيسيب الزغاليل، بيسيب البيض وبيقوم. تمام. ممكن برضو ان الزغاليل مثلا عندها كنكر او عندها مرض معوي وريحة الفم عندها مش كويسة، فالاهالي لما بيشوفوا بيشموا ريحة بق الزغلول مش حلوة، بيبتدوا ان هما ما ياكلوهوش كويس. تمام. نبتدي يا جماعة بقى بصفة دورية ان احنا نحط كمون على زعتر على كزبرة. ماشي. التلاتة نحطهم مع بعض ننقعهم، يعني نغلي المية كويس جدا ونحطهم معلقة صغيرة من كل حاجة وننقعهم، ونبتدي ان احنا نقدمهم 3 مرات للزغاليل في الاسبوع، 3 مرات للحمام كله في الاسبوع، 3 مرات، وبعد كده مرة او مرتين كل اسبوع. تمام. هتشوفوا حجم الزغاليل بقى عامل ازاي. لو في اي امراض معوية، اي حاجة عند الحمام، بسم الله ما شاء الله هتلاقوها راحت بفضل الله. ثم الزعتر زي ما انتم شايفين كده احجام الزغاليل اللهم بارك، وشايفين بياكلوهم بسم الله ما شاء الله حلو ازاي. اللهم بارك. قولوا اللهم بارك يا جماعة. اللهم زد وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتبتدوا ان انتوا تحطوا الزعتر مع الكمون مع الكزبرة 3 مرات في الاسبوع. تمام. هتنقعوهم في مية مغلية تكون لسه نازلة من على النار، وتحطوا الحاجات دي وتسيبوها تنقع لحد ما تبرد خالص، وبعدين تصفوها وتحطوها للحمام 3 مرات ورا بعض، 3 ايام او 4 ايام زي ما انتوا عايزين. هي ما فيهاش اي ضرر للحمام، بتعالج الاسهالات وبتعالج الامراض المعويه، بتعالج الكنكر، لان طبعا عارفين ان الزعتر مضاد حيوي قوي جدا ويطهر الامعاء. بسم الله ما شاء الله. اي تعفنات في الامعاء بيقضي عليها هو والكمون والزعتر، هو والكمون والكزبره، بيقضي على الاسهالات والامراض المعويه. كمان برضو الزعتر بيعالج الامراض التنفسيه عشان تبقوا عارفين، وقايه وعلاج. بسم الله ما شاء الله. هتقدموه 3 ايام في الاسبوع، مش هتلاقوا عندكم اي حاجه، وهتلاقوا احجام الزغاليل بسم الله ما شاء الله، وهتلاقوا كل الحمام بياكل كويس وكل احجام الزغاليل كويسه، لان الزعتر بيساعد على التمثيل الغذائي، وبيخلي الحمام يهضم كويس، والحمام الكبير والحمام الصغير الزغاليل. وكمان الكمون مطهر معوي وبيساعد برضو على الهضم
وبيساعد ان الحمام بسم الله ما شاء الله يكون ما عندوش اي امراض يعني خالص في المكان. تمام. هنقدمه 3 أو 4 ايام، وبعد كده كل اسبوع مرة او مرتين زي ما انتوا عايزين، وهتشوفوا الخير وهتشوفوا الانتاج عندكم وهتشوفوا احجام الزغاليل عاملة ازاي. كمان علشان نحافظ على المكان وميدخلوش اي حشرات، لازما نرش المكان قبل الصيف. انا بستعمل اوكتوموسرين 5%، هوريهولكوا في اخر الفيديو لان اللقطه ما جاتش في دلوقتي، فهوريها لكم. خليكم معايا اسمعوا بقيه النصايح والمعلومات، وان شاء الله في اخر الفيديو هوريهولكم. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين احجام الزغاليل عامله ازاي، اللهم بارك، حاجه تفرح يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، قولوا اللهم بارك يا جماعه. برش اوكتوموسرين 5%، بجيبه من الصيدليه، بحط منه غطا على لتر ميه على بخاخه، وبشيل المسائي خالص، وبشيل الاكل يكون كلفتهم اكلتهم كويس وشبعتهم وشربتهم، وابتدي ان امسك البخاخه ارش الحمام اللي في السلكات، وارش اي جوانب، وارش تحت اي حاجه، اكون منضفه الاوضه كويس جدا، وارش الادراج زي بتاع السلكات دي، وارش كل الجوانب والحيطان وكله، وارش الارضيه، وارش الحمام اللي على الارض والحمام اللي في السلكات وكل حاجه، ما سيبش. والبرانيك المتعلقه كل الاقفاص المتعلقه دي كلها بنرشها، بنكون منضفينها. بسم الله ما شاء الله، شايفين حجم الزغلول لسه ما كبرش، وزي ما يكون فيه ما شاء الله نص كيلو، اللهم بارك، قول اللهم بارك يا جماعه. من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه، يقول اللهم بارك. بنرش المكان كله، ما يبقاش فيه اي حشرات ولا اي حاجه في المكان، لان الحمام اللي بايض وراقد على بيض لو حس بحشرات بتقرص في جسمه هيقوم وهيسيب البيض. كذلك الزغاليل هتخس معاكم، اللي هتاكله الحشرات هتمصه في دمها. تمام. سوسة الريش بتاكل الريش، والدبانة بتاعت الحمام بتمص في دم الحمام. ده كان عنده لسه زغلول وخدته منه، بسم الله ما شاء الله، بض وراها على طول زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، قولوا اللهم بارك يا جماعه. فانا برش الاوضه كلها علشان ما يبقاش في حاجه، وكمان علشان الحمام ما يقومش من على البيض لازم ما يكونش فيه اي فران بتعدي او اي ابراس. اهو الاوكتوموسرين اهو 5%، لو في اي فران او اي ابراز بتعدي ممكن الحمام بيخاف، او لو في حركه كتيره في المكان. انا بحط هوت في البخاخه دي زي لتر او اقل من لتر، بحط عليها غطا وبرش المكان كله، ولما بتفضى بروح معبيها تاني. تمام. الموضوع ده بنعمله كل شهر مره، ماشي. وفي البدايه 3 مرات ورا بعض، يعني 3 ايام ورا بعض ترشوا، وبعد كده كل شهر مره كوقايه من الحشرات. مش هتلاقوا عنده طبعا بفضل الله، بفضل الاهتمام والنظافه في المكان. زي ما بقول لكم انا بحد اقصى بنضف مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. تمام. علشان الحشرات متبقاش في المكان، وعلشان طبعا الزرع بتاع الحمام بيعمل ريحه امونيا، فبيعمل لهم امراض تنفسيه، عافانا الله واياكم. فان شاء الله كل ما تهتموا بنظافه الحمام وتهتموا بالميه النظيفه وبالكلفه النظيفه هتلاقوا خير وهتلاقوا انتاج، وهتلاقوا الحمام عندكم ما سابش البيض ولا قام، لان طبعا ليها اسباب كتير وانا قلت عليها. واي حد عايز اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا تحت امركم ان شاء الله. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.